السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. نحب نرحب بكم اليوم، نرحب بالمشتركات الجدد والمشتركين الجدد، ونقول لكم مرحبا بكم عندي. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. كما تشوفوا البنات، راني حطيت لكم فطور صحي 100% لينا ولوليداتنا. يعني واش نقول لكم، فيه فايدة كبيرة كبيرة. كما راكم تلاحظوا اللي فيما نروح ندير انا كاس حليب ومعاهم القهوة، ويصراو هادوك التفاعلات اللي يديروا لنا لي ستوما ويديروا لنا لو كولون. يعني فطور تاعنا راهو ماهوش صحي خلاص. هنا راح ندير لكم مزيج من كل شيء. كما راكم تلاحظوا عندي هنايا العسل الحره، اللي عندها عسل الحره مليحه للولاد كي يفطروا بها على الصباح، والعسل ليسونسيال تكون مليحه. عندي هنايا فروماج اتارتيني، انا نستعمل هذا البنات الوليد. شوفوا يعني راهو ما شاء الله بنين هايل ويحبوه الولاد، يعني على الكيف. انا نستعمله نمدو لوليداتي. والفرماج راهو مفيد. هنا نرجعوا للبيض. كما راكم تشوفوا درت لهم البيض مسلوق مشرشم هكذا، الفوائد الثانيه نتاعو كبيره. زدت حطيت لهم معاه طماطم، قشرتها وقصيتها كما راكم تشوفوا، حطيت عليها شويه تاع زيت زيتون، شغل اون صوص خفيفه هكا بزيت زيتون. يعني والطماطم كما رانا نعرفوا كامل هي اصلا فاكهه ومليحه على الصباح، الله يبارك ما شاء الله. يعني الفطور هذا راني جربته وانا مجربته ولقيته باللي فيه يعني فايده، وتنحى هذاك النفخ وهذاك المهم. نزيد نروحوا للمكونات الاخرين. حكمت السناريه ولا الزروديه، هي والبيطراف فورتهم. انا ما نشرشمهمش، نفورهم باه يبقاو القيمه تاعهم الغذائيه تقعد. قصيتهم، درت لهم تاني كيف اون بتيت صوص بزيت زيتونه، وكما نقولوا احنا حاجه خفيفه مع الزيتون. تحبي تحطي زيتون خضر، تحبي تحطي زيتون الكحل، ماشي مشكل. بيان سور الخبز اللي ما نقدروش نستغناو عليه كامل. وحنا درنا فطور كامل متكامل فيه حوايج، يعني ما شاء الله فايدة كبيرة. ونزيدو نكملوها بان جو يكون من الأحسن يكون طبيعي مخدوم في المنزل. ومن جهة خلاف نقدروا نديروه قوتي للولاد هكذا، الماكلة تاع العشرة للراحة. هنايا نجيب كما يقولوها وليداتي اللانش بوكس، ماما حطينا في اللانش بوكس هكذا. هادو سبيسيال تاع الولاد، يعني يهزوا ما شاء الله. كما راكم تشوفوا تحطي كل المكونات هنا، كل حاجة في بلاصتها. كما راكم راح تشوفوني راح ندير لكم انايا هكذا بالطريقة هذه. نحطوا من كل شيء والولاد نتاعنا يعني ياكلوا من كل شيء، ما من الالوان هكا حاجات تشهي العين. هنا كما راكم راح تشوفوا راح نبدا نحط البنيتي الصغيره اللانش بوكس تاعها. نحط لها، انا بنتي تحب تقول لي ماما حطي لي كيما هكذا، خلطي لي من كل شيء. نحط لها الحاجه الاولى نديروا البيض هكذا كيما راكم تشوفوا حبيباتي. والله يعني فطور والله لا تندموا عليه لوليداتكم. يعني فايدة وقيمة غذائية يعني كبيرة. هنا نحطوا البيض كما قلت لكم، نزيدوا نديروا الطماطم حنا على بالنا باللي الولاد كامل يحبوا الطماطم خضراء، كاين اللي ما يحبوهاش وهي طايبه، يحبوها هكا خضراء، سورتو كي تسنحى لها القشره تاعها هذيك تولي سهله للماكله. هنا راح نجيب الخبز نتاعي اللي كنت قصيته دي ترونش كما راكم تلاحظوا. هنا راح ندير شويه بالفرomage هكا كاتارتيني هكا، الولاد يحبوا هكذا. نزيد ندير الخبز كما راكم تشوفوا، درت شويه بالفرomage وحندي ندير بالعسل هكذا. وليداتنا يحبوا الحاجه الحلوه اللي فيما نحط لهم انايا هذاك الكاطو تاع برا اللي ما عنده حتى يعني قيمه، نروح ندير كيما هكذا. وهو فطور متكامل هايل 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 يا البنات، والله العظيم. يعني جربوه وشوفوا وليداتكم بربي ان شاء الله، وردوا لي في التعليقات باللي راهم رايحين يحبوا فطور كيما هذا. مام من هيها في لو كوتي الاخر تاع لابواط راح نزيد نحط شويه تاع الخضروات كيما راكم تشوفوا، سناريه
مفوره وفي لاصوص نتاعها مشابعه بلاصوص والله بنه ولا اروع. نزيد نحط شويه تاع البيطراف هكذا، ونزيد نحط الزيتون. مالغرينا بنتي ما تحبش الزيتون بصح انا نحطه لها، نقول بالك يهديها ربي وتاكلوا واش عليه. المهم انا حبيت نوصل لكم الفكره تاع انه يعني احنا اللي نقدروا نوكلوا وليداتنا حاجه مليحه، حاجه صحيه بالطريقه هذه. ماشي غير ياكلوا حاجه صحيه، والله العظيم غير يعني قيمه غذائيه كبيره. ان شاء الله تكون التدبيره تاعي تاع اليوم نالت اعجابكم. ما بقى عليا غير نخليكم على خير ونقول لكم جربوها حباباتي وردوا لي في التعليقات. نخليكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.